إعصار دانييل كارثة غير مسبوقة في هذا الزمان. طيلة 70 عام الذي حدث في مدينة درنا عروس الجبل من دمار لم نتوقعها يوماً ما على خاطر وعلى بال، ولا في العلم ولا في الحلم ولا في الخيال. ما يحصل لها عجزاً وأعطالاً في البنية التحتية بنسبة 90% من الدمار، وتتحول إلى شبحاً مخيفاً مرعباً في وضح النهار، ونصبح بهذا الشكل وبهذا الحال كالآثار. بعدما كنا نضرب بها الأمثال إلى كل البلدان بجمالها الفتان، صار في خبري كان. ولكن هكذا شاءت الأقدار، بفعل الجهل والإهمال وسرقة المال العام، ومن ضمنهم سرقة المبالغ الموجودة لصيانة السدود المتآكلة من شهوراً وأعوام، وحتى صارت متكلسة بالطين والأحجار والصخور والرمال من كثرة المياه الراكدة من الأمطار التي زادتها أعصار دانييل بدون إنذار. ومع عدم المتابعة المستمرة والإهمال انفجر السدان، أولهم سد أبو منصور والآخر بعد على طول بدون سابق إنذار. فاجأ الأهالي المدينة في آخر الليل وليس في النهار للأسف، وفي لحظة أقل من رمشة عين انقلبت فيها كل الموازين بفيضان كبير، منهم نائمين ومن منهم صاحين ومن منهم ليس له قدرة على حركة اليدين والرجلين في حالة يعلم بها إلا الله، ولا نسمع إلا الصياح والنداء والاستغاثة والدعاء والألم والشقاء. زهقت فيها المياه أرواح كثيرة من البشر والحيوانات والأشجار والأحجار، وقذفت فيها لا محظوظ بلا هوادة. قتل رجال ونساء وشيوخ وعجائز وأطفال في عمر الزهور، ورضع بعمر البذور. راح فيها القوي والضعيف، الفقير والغني والأبيض والأسمر والليبي والغير ليبي، ورحل فيها الذي له رأي ولون والذي ليس له لون، المتعلم والجاهل والمريض والصحيح، ومعهم الأشجار والأحجار، لا فرق بين أحد، لم يفرق بينهم على سوى خلع الأشجار ورفع الممتلكات، جرف السيارات والمؤسسات والعوالم والمقابر والجسور والمباني الصغيرة بالصخور والكبيرة بطوابقها وسكانها بأكملها، وقذفها بداخل البحر آلاف الأمتار والأميال. يعجز أن يعبر عليها الإنسان باللسان. عندما ترى مياه البحار الزرقاء تتحول إلى حمراء مختلطة بالجثث والأشلاء والدماء والطين وأحجار والصخور والأشجار والحيوانات والممتلكات، من ضمنهم السيارات تقلبها الأمواج. مع زيادة الرياح والعجاج يندهش العقل ويحير من كثرة التفكير. أسبابها الجهل والإهمال لأصحاب الكروش الثمينة ورؤوس الأفاعي الكبيرة، الذين لا يكترثون ولا ينامون ليلاً ونهاراً من أجل السرقة ونهب والاحتيال، لأن لا تجازيهم جهات اعتبارية حاسبهم ولا تقاضيهم رقابة إدارية، ولا تجازيهم لما يعملون ما يرضيهم، بل يعملون ما يرضيهم.
ما دام القانون مواليهم. من هذا المنطلق اللي صار. وآخر الأخبار نجدها عند الكاتب العام، يحيلهم إلى التحقيقات والإجراءات أو لا يحيلهم، ثم تتناسى، واللي فات واللي فات مات، وتبدأ كلها أحاديث وآهات بين الأجداد والأحفاد، وتكون ذكريات. هي مياه حلوة من المفترض تكون للشراب ولزراعة الخوخ والتفاح والرمان، وتسخر لزراعة الثمار، ليس للقتل والعذاب والدمار. إنها درنا التي تكون شبيهة سهل البقاع بلبنان، الآن صار فيها القتل والعذاب والدمار بسبب الإهمال. والسلام.